تشكيلة وايت كارد الفانتزي للجولة الرابعة. أقوى تشكيلة عملناها لك بعد ما شفنا أهم الجداول وأهم لاعبين في كل فرقة، فعملنا لك التشكيلة الأسطورية دي هتخليك الأول العالم. فأنت اللي عليك اعمل لايك ويلا بينا. وفي مركز حارس المرمى اول حارس جبناه هو بوب. انا شايف الحارس ده كويس جدا، والماتش اللي فات طلع بكلين شيت، فدي حاجه كويسه جدا، وهو مش غالي قوي وعنده ويلفز الفريق الضعيف جدا هجوميا، فلازم يكون معاك بوب. وتاني حارس جبناه هو فيكاريو. في التشكيله دي جبنا لك حارسين بيلعبوا علشان ما تضطرش تجيب حارس تاني في الموسم يعني، فانا بقول لك دول احسن حارسين، وجبنا لك فيكاريو علشان هو عنده جدول مميز جدا فممكن تنزله في اي ماتش، ودول افضل حراس. اول لاعب جبناه في خط الدفاع الفريق اللي عنده جدول مميز جدا وهو كريستال بالاس. انت لازم يكون معاك لاعبين كتير جدا من كريستال بالاس لان جدولهم ممتاز جدا. في اول مدافع جبناه هو منوز. انا شايف ان منوز ده كويس جدا وممكن يطلع باسيست او يطلع كمان بالكلين شيت، وعنده ساندرلاند على ملعب كريستال بالاس، فلازم يكون معاك منوز. وتاني لاعب جبناه هو الظهير الطيارة كوكوريلا. انا شايف كوكوريلا عنده برينفورد وهو كمان لعيب اسطوري جدا، فانت لازم يكون معاك كوكوريلا على سعره والله العظيم هو بيأدي اداء كويس جدا، فاحسن 6 مليون بندفعهم في الراجل ده لانه من اول الموسم صراحة مظبطنا. وتالت لاعب هو ويليامز الظهير بتاع نوتنجهام فورست. احنا جايبينه علشان جدوله المميز جدا، فالجولة دي هنقعده على الدكة. هو عنده ارسنال بس احنا جايبينه علشان جدوله مميز جدا، فالماتش ده هيقعد على الدكة. ورابع لاعب جبناه هو ريتشاردز برضو من فريق كريستال بالاس. في التشكيله دي داخلين بمدافعين من كريستال بالاس لان عندهم جدول مميز جدا وعندهم ماتش على سانترلاند. وريتشاردز المميزات اللي هو ممكن يساهم لك في الهجوم في اي كورنر او اي حاجه، فانت لازم يكون معاك ريتشاردز. بصراحه انا شايف له مدافع كويس جدا. والمدافع الاخير هو اللي اعلن مدافع جايب نقاط الفانتزي هو تشالوبا ده مدافع كويس جدا، وبصراحه والماتش اللي فات كمان طالع ب 12 نقطه واللي قبله جاب جون، فانا بقول لك انت لازم يكون معاك تشالوبا في تشكيلتك، وتشالوبا ده يكون عنصر مهم جدا في تشكيلتك، وده اقوى خط دفاع. والخط الوسط اول لاعب فيه هو جريلش. انا شايف ان جريلش بصراحه لازم يكون معاك على الاداء ده وعلى بصراحه النقاط دي، فانت لازم يكون معاك جريلش لانه كل ماتش تقريبا بيعمل مساهمه وجدوله هيبقى كويس بعد ماتش استون فيلا، فانا شايف ان ده لازم يكون معاك جريلش، وكمان ممكن يعمل مساهمه قدام استون فيلا لان دفاعهم ضعيف جدا. وتاني لاعب جبناه هو سيمينيو. اكيد سيمينيو لازم يكون في تشكيلتك لانه اخطر لاعب عند بورموس وجدوله ممتاز جدا وكل ماتش تقريبا بيعمل مساهمه، فسيمينيو لاعب خطير جدا فلازم يكون معاك بصراحه لانه اداؤه كويس جدا وهو اكتر عنصر مضمون في الفانتزي. ونيجي بقى لثالث لاعب هو انزو. انا شايف ان انزو بصراحه كويس جدا، والماتش اللي فات جاب جون واسيست وهو اللي معاه ضربات الجزاء والكوردونات، فانت لازم يكون معاك انزو لانه بسعر رخيص جدا ولاعب بصراحه انا شايف ان هو اسطوري جدا وكمان بيتقدم كتير فممكن يسجل جون او يعمل اي مساهمه، فانزو خيار كويس جدا لتشكيلتك. ورابع لاعب الديفرنشال هو كينج، اللاعب اللي في فولهام اللي جاب جول الماتش اللي فات في تشيلسي لكن اتلغى بالتسلل، واحنا شفنا اداؤه وهو لاعب كويس جدا وبسعر المفاجأة هو 4.5 وعنده ليدز فممكن تلعبه عادي والله، وممكن كمان يعمل لك مساهمة، فكينج خيار ديفرنشال جدا. وخامس لاعب ديفرنشال في الوسط هو سوبوسلاي. بعد ما شفنا الجون الجميل اللي جابه فهو معاه الفاولات واحتمال كمان يكون معاه الكورنرات، فهو خيار ديفرنشال جدا وب6.5، فبرضه ممكن تغيره وتجيب بداله اي خيار، بس انا برضه بقول لك سوبوسلاي برضه خيار كويس جدا وده اقوى خط وسط. ونيجي بقى للهجوم المرعب حرفيا. اول لاعب فيه هو ايزاك عنده بيرلي، فهو اكيد ممكن يسجل في الماتش ده او يعمل اي مساهمه، فايزاك اكيد لازم يكون معاه الفانتزي علشان هو بصراحه مهاجم جامد جدا وممكن يكسر الدنيا مع ليفربول. وتاني لاعب هو هالاند. اكيد هالاند كويس جدا واحنا عارفين اكيد بمستوى هالاند وهو الوحيد تقريبا اللي شغال عند السيتي، فاكيد لازم يكون معاك هالاند في تشكيلتك. وتالت لاعب بقى الديفرنشال الناري هو ماتيتا. انا شايف الماتيتا عنصر كويس جدا وبيجيله فرص كبيره جدا وعنده ساندرلاند الماتش ده وهو على ملعبه، فاحتمال ماتيتا اكيد كبير جدا ان هو يسجل في الماتش ده، ودي اقوى تشكيله وايت كارد. وكده وصلنا لنهايه الحلقه، فما تنساش تعمل لايك واشتراك. لو عندك اي سؤال فانتزي اكتبه في التعليقات. سلام.